السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديال هذا النهار كامل. كما شفتوا بديت لكم الروتين بيت النعاس، وقبل ما ننسى والله يسهل امركم والله يرحم ليكم الوالدين والله يجعلها في ميزانات حسناتكم. دعموني يا خواتاتي بداك اللايك واشتراك ديالكم، واللي اول مره كتزور القناه ديالي كنقول لك انت اختي مرحبا بك والف مية مرحبا. دعمي اختك بشرى بلايك واشتراك ديالك، الله يسهل امرك والله يرحم لك الوالدين والله يجعلها في ميزانات حسناتكم. صافي هنا كما شفتوا البنات بديت الروتين كما قلت لكم، بديتو بيت النعاس. غادي نخمل طويت داك الغطاوات وغادي نفض داك الغطاء اللي ملمطه بها الناموسيه، وكندوز عليها بداك الشطيبه باش الا كانت هكذا شي خمله ولا شي حاجه كتحيد. صافي غادي نجيب هاد الكوفرلي هذا وغادي نسرحو على مطربه. روتين بسيط البنات، وغادي نشارك معكم الروتين اللي كندير في داري يوميا. روتين بسيط ومتواضع كما كتشوفوا معايا. وهذا ما كان، ما ستيوش على صوتي راني عيانه البنات، وحق الله العظيم الا كان مونطي هذا الفيديو معكم يدرى مع ديال شي 5 ايام ما حطيت حتى شي فيديو. قلت نحط هذا الفيديو هذا ما كان. صافي هنا كما شفتوا وقفت داك الخدادي ضربت عليهم وقفتهم. كنمسح داك الكوافوز من التحت، هو اللي بقى ليا ما مسحتوش، ومسحت الخشب ديال الناموسيه وكنرش عليهم شويه ديال العطر غير باش كتبقى داك الريحه زوينه في الخدادي ولا في كوفرلي، كتبقى تبيت النعاس فيه ريحه زوينه. هنا دوزت واحد الشطيطه البنات باش عاد دوزت واحد عزكم الله واحد الشفافه غير خفيفه، عندي الدنيا نقيه. وهذا ما كان. كما شفتوا غادي ندوز هاد الشفيفه وندخل الكوزينه. هنا صافي دخلت الكوزينه كما شفتوا الروينه، مع كنت عيانه البنات، مع راكم عارفين وليدات صغار ما كيقدوش يجمعوا داكشي، ضروري خص واحد كبير يوقف باش كيجمع مزيان وكيقاد وكيرد كلشي من النط. لقيت الروينه عندي في الكوزينه كما كتشوفوا، المواعنات مجموعين والروينه هاد المواعن راه مجموعين من البارح. ايوا وكبرت وقلت نوض نجمع، وخا عيانه شويه بعيد عليكم مع ضربني البرد. وهذا ما كان. هنا كما شفتوا كندوز على الكيسان هما الوالا، وغسلت داك الحوض وكندوز على الكيسان هما الوالا، وغادي نتبع بداك الطبيصلات، وعاد غادي نغسل داك السوبيرات، وغادي نغسل ونرد كل حاجه لبلاصتها. غادي نغسل حتى البوطات حتى هي. وهذا ما كان البنات. والله يسهل عليكم والله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير والله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي في هاد العواشر. ما عاونوني يا خوتي بالبارطاج وبالاشتراكات ديالكم باللايكات ديالكم، الله يسهل عليكم. كنحط الفيديو والله الا الصراحه ما كيتشافش، مشاهده قليله بزاف واللايكات تا هما طايحين. الا وصل الفيديو كيوصل داك 16 لايك وكيحبس، والله كيبقى فيا الحال. ومع كنضرب تماره في التصوير والمونتاج، ومع الوليدات صغار كما عارفين ما كيبقاش الوقت باش تمونطي باش تحطي فيديو. حق الله وكنضرب واحد التماره وما كيتشافش الفيديو كتيأسي والله العظيم. نتمنى تفاعلوا مع الفيديوهات من كل قلبي، الله يسهل عليكم الله يرحم لكم الوالدين يا ربي في هاد العواشر. وهادشي اللي كاين اخواتاتي. صافي هنا كما شفتوا دوزت على داك الموينات على داك السوبيرات، بقى ليا غير الطبسيل هذا الفران البارح درت لهم فيه الدجاج واحد شني واحد الدجاج البنات كيجيو غزالين وكيجيو ولداد. ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في شي روتين وينفعوكم في رمضان ان شاء الله، توجدوهم من الفطور ولا السحور. كيجيو ناشفين وكيجيو محمرين في الفران، كيجيو غزالين. ومني وجدت لهم البارح للعشاء الصراحه والله ما قديت نغسل المواعنات ديال البارح، خليتهم حتى الصباح مع قلت لكم عيانه حدي وجدت الماكله للدراري. صافي هنايا كما شفتوا مني غسلت داك المواعنات ديالي كاملين. غادي ندوز على البوطه حتى هي، وغادي نغسل داك الكوانن ونغسل داك الحديدات اللي كيكونوا على الكوانن حتى هما، باش هكذا كتبقى لي حتى البوطه البنات نقيه وما تتكرفش. وهادشي اللي كاين. وغادي ندوز على داك الحويطات، غادي ندوز على لاهوط حتى هي باش ما كتيدمليش ولا كتجمع لي داك ليدام، ومنين نجي نغسلها كنوحال فيها كندوز عليها يوميا. وهادشي اللي كاين. صافي هنا كما شفتوا كنحك داك الكوانن ديال البوطه غير بالحلفه الرقيقه ديال الزيكس اللي كنحكو بها الكوكوطات البنات. كندير شويه ديال الصابون البلدي وشويه ديال مثلا واحد المهم كندير نص كاس ديال كوكا في هكا في طويصه، وكندير الخماره ديال الخبز الخماره الفوريه، وكندير الصابون البلدي، وكنخلط هاد 3 ديال المكونات
وكنحك بها داك الكوانين ديال البوطه داك مع الجناب ما كيبقاش كاع داك ليدام ولا داك ملي كيفيض عليهم ولا داك الحرق اللي كيتحرقوا داك الكوانين. الصراحه انا البوطه راه عندي قديمه ماشي يلا شريتها، ومازالين الكوانين ديالها جداد، مازال هي جديده، كنتهلا فيها غير بالمسيح ديك الكوانين كنحكهم ما كنخليهمش حتى كيتحرق عليهم مثلا الحليب الا فاض ولا اتاي ولا قليت شي حاجه كنخلي في البلاصه كنمسحها البنات باش كتبقى ليا البوطه نقيه. البوطه الا شتيها بلا تصور زعما اللي جا عندي وشافها كيقول لك يلا بحال اللي يلا عاد شريتها، يلا تقولي شريتها وركبتها، ما فيهاش الريحه ديال اللي دام لا في الكوانن ولا في داك اللي كيتحطوا على الكوانن داك الشبكات. صافي هنا كندوز تاع الحيط وغادي ندوز على لاهوط حتى هي غادي ندوز عليها من الفوق. لاهوط البنات زوينه كتنفع بزاف في الكوزينه، كتجمع ليدام، كتجمع داك الريحه د الماكله ولا الريحه القليله قليتي الحوت، زوينه بزاف صراحه كتنفع لاهوط غزاله. صافي هنا كنشلل داك الشبكات ديال البوطه وغادي نشلل حتى داك الكوانن كما شفتوا غادي نخليهم يقطروا صافي، وغادي يبقى ليا الارض نسيقها. انا حتى كنجمع لي طاجير هكا وكنغسل المويعنات وكنجمع كلشي، عاد كنخلي الارض هي التاليه عاد كنجمعها. صافي غادي نبدا كما شفتوا كنشلل وانا كنقلب كنوقفهم وغادي نخليهم حتى نسالي. كنت مزروبه عليها وبغيت نرد كلشي، راني كنرد في البلاصه، بغيت المهم عجزت عليها كنخليهم حتى كيقطروا ونولي نردهم. الاهم هما هي البوطه نقيه وصافي. وتل الطفيات ديال الحليب واتايا البنات باش بغيتوا البوطه ديالكم تصبر لكم وتبقى ديما زوينه ديروا البوطه الصغيره. البوطه الصغيره زوينه للطفيات ديال اتاي، الطفيات ديال الحليب الا سهيتي هكذا على الحليب ولا على اتاي وما وفضلك على البوطه ما كتضيعلكش البوطه الكبيره، كتبقى البوطه الكبيره زوينه. انا دايراها دايره البوطه الصغيره وكنديرها في البلاكار لداخل، منين كنبغي نجبدها نفيض عليها اتاي ولا الحليب كنخليها غير اختصاصيه غير الحليب واتاي، كنفيض عليها الحليب واتاي قليل اللي كنفيض على البوطه الكبيره. صافي هنايا غادي كما شفتوا كنمسح داك الماء اللي كيهبط من الشبكه باش ما كيضيعليش على البوطاجي وكيبقى كيقطر على البلاكارات. غادي ندوز على داك البزبوز بالتيتو جافيل حتى هو، وغادي ندوز على داك الحويطات، غادي ندوز على الحوض ديال الكوزينه، على كلشي باش كتبقى لي كلشي كيبقى ليا نقي. صافي كما شفتوا معايا والفيديو راه كيشرح راسو براسو. المهم انا غير كنشارك معكم الروتين ديالي اللي كندوز في داري يوميا كنشاركو معاكم. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وما نكونش ثقيله على قلوبكم. وهذا ما كان اخواتاتي الكبيدات ديالي. ايوا هادشي اللي كاين. فيكم خواتاتي، فيكم صحاباتي، كل شيء فيكم. نتمنى نكون هكذا خفيفه ظريفه على قلوبكم. صافي كما شفتوا هنايا كندير خويت واحد السطيل ديال الماء وشطبت داك عزكم الله داك الزطم وداك الشيء، واخا ماشي الارض ما عنديش موسخه، وعاد كندير شويه ديال التيدو جافيل باش ملي كنحك كيبقى لك حتى داك الحرف ديال الجليج كيبقاو نقيين. صافي هنا غادي نعمر واحد السطيل د الماء وغادي نكبهم تحت الثلاجه، وغادي نجبد من تحت منها بطبيعه الحال راني كنجبد وكنشف من تحت منها، ما كنخليش من تحت منها الماء. الا خليتو من تحت منها الماء ولا بقى الماء مقلت يقدر كيخناز لكم وكيدبغ حتى جليج، ملي كينشف كيطبع جليج. صافي غادي نبدا ندوز بالكراطه كما شفتوا وغادي نعاود واحد الشفيف. وهذا ما كان الكبيدات ديالي، ونتمنى يعجبكم هذا الروتين. نتمنى ما نكونش نطول عليكم. وهذا ما كان كبيداتي. صافي هنا كما شفتوا راني كنجبد من تحت الثلاجه، ضروري نجبد من تحت منها وكنحشي من تحت منها هكذا الجفافه وكنجفف كنشف. هنا كما شفتوا منين ساليت غادي نوجد معكم داك المخمرات عامرين بالخضره والكفته ديال الدجاج، كيجيو لذاذ البنات وكيجيو زوينين بزاف. عندي واحد جوج قرعات صغار محكوكين على شكل طولي، عندي 3 ديال الحبات ديال الخيزو حتى هما محكوكين على شكل طولي، عندي واحد البصله كبيره مشلضه رقيقه، وعندي صدر ديال الدجاج طاحنه، وعندي في العطريه غادي نحتاج سكينجبير لي بزار، فلفله حمراء، الملحه، واحد نص ضويمه ديال الدجاج،
واحد 4 ديال الفصيصات ديال الثومه والقزبر ومعدنوس. صافي هنا جبت المقلاة درت فيها شويه ديال الزيت وشعلت عليها النار. غادي نزيد عليها داك البصله كبيره مشلضه، تكون مشلضه رقيقه، وغادي نزيد عليها داك المليحه باش كطيح تشرب حتى الملحه، كتجينا البصله ديالنا بنينه. الملحه انا كنديرها ضروريه في الاول باش كتدبل لنا حتى البصله دغيا. صافي ونبدا كنحرك حتى كتدبل ليا داك البصيله. عاد غادي نزيد عليها الكفته، وهنا غادي نحك داك 4 الفصيصات ديال الثوم على البصله. هنا ملي حكيت داك الثومه وخليتها حتى دبالت هي والبصيله، زدت عليها داك الكفيته ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج طحنته في الدار غير على شكل كفته، كطحنوها غير في الروبو. ما عندكمش الروبو شريوها واجده مطحونه من عند الجزار، راه كيبيع حتى الكفته ديال الدجاج ولا ديال لادند. صافي منين تشحرات ليا داك الكفيته وبقيت كنضغط عليها حتى تفرتات، ضروري تبقاو كتضغطوا عليها باش كتفرتت لنا ما كطيبش مكوره. زدت عليها داك 2 حبات ديال القرعه ولا الكورجيط محكوكين على شكل طولي. زدت عليها خيزو حتى هو اللي حكيت على شكل طولي. وكما كتشوفوا واخا تشوفوا الخضره كثيره راه غادي تنقص البنات، غادي تنقص ملي كطيح كتقلال. كما شفتوا انا ملي طاحت داك القريعه وطاحت داك ولا الكورجيط وطاح ليا خيزو مع البصيله والكفته والثومه، زدت عليهم داك التوابل. عندي فلفله حمراء، سكينجبير، الخرق ما درتش الخرق، وما عندي عفوا الابزار وسكينجبير والتحميره ولا البابريكا. وزدت هنا نص دويمه ديال الدجاج، غير واحد ربع دويمه ولا نصيص دويمه، ما درتهاش كامله، كتعطي نكهه زوينه. ولا بغيتو تستغناو عليها استغناو عليها. ما ديروش البنات الخرقوم، الا درنا الخرقوم راه كيجي صفار بزاف. انا ما كنديرش الخرقوم في الحشوات. هنا صافي منين تحمرات ليا الخضيره ديالي زدت مع داك الكفيته، زدت والبصيله، زدت عليها داك 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس، ونخليها كتشحر غير واحد شويه، وغادي نطفي عليها ونخليها تبرد على جنب. وغادي باش نرجع نحضر العجينه اللي غادي نحضروا بها نفس العجينه، غادي نقسمها على 2. كما شفتوا هنايا عندي كيلو ديال الدقيق، عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض ونص كيلو ديال الفينو، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز ولا خميره الفوريه، وزدت عليها معلقه ديال سكر سنيده. انا كانت عندي في الكونجيلاتور، زدت عليها معلقه ديال سكر سنيده، معلقه صغيره، ولا معلقه ديال العسل اللي متواجد عندكم. وزدت عليها شويه ديال الماء دافي ونخليها حتى تطلق. درت هنا الملحه الكافيه اللي غادي تكفيني ثمن واحد المعلقه صغيره تكون عامره مزيان ولا معلقه ونص. وغادي نخلط النواشف وغادي نرجع باش نجمعها بالماء الدافي. هنا كما شفتوا منين دابت ليا داك الخميره مع سكر سنيده، غادي درت واحد الحفيره في الوسط وكبيتها، وغادي نشلل داك الطبيص باش ما تبقى ليش فيه الخميره، ونبدا نجمع العجينه ديالي بالماء الدافي. صافي كما شفتوا غادي نجمعها وندلكها مزيان حتى كتدلك ليا مزيان. نبقى كندلك فيها بالكف ديال اليد ديالي واحد 5 ديال الدقائق وانا كندلك فيها منين نجمعها. وغادي نرجع معاكم منين نجمع العجينه ديالي وندلكها باش نقطعوها هكذا كويرات ولا نقرصوها. صافي هنا كما شفتوا انا هنا جمعت ليا بيطرو لارب ديال الماء نيشان البنات، والماء كيبقى على حساب العجين. هذا الدقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. ما غاديش نعطيكم الماء بالضبط شحال هزات ليا. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه ديالي، ما تكونش خفيفه بزاف ما تكونش قاصحه عاوتاني كما كتشوفوا. ودلكتها واحد 5 ديال الدقائق وانا كندلك فيها بالكف ديال يدي. انا جبت واحد البلاطو ودهنته بشويه ديال الزيت، غير بشويه ديال الزيت، غير بواحد شويه تمن واحد المعلقه ديال الزيت. هنا راه ما دهنا لا يدي لا والو كما شفتوا. وغادي نبقى نقطعها كويرات صغار ولا هكا نقطع داك العجينه كويرات صغار قد الحجم ديال البيضه ولا الحبه ديال المنداري، قد الحجم ديال البيضه ولا ديال المنداري حبه المنداري. وغادي نستمر بحال هكذا حتى كنقطع داك العجينه كامله. وهاد العجينه على فكره غادي نخرج منها 2 شكالات، غادي نخرج منها المخمر وغادي نخرج منها هذا البطبوط عامر. كما شفتوا هنايا الحشوه ديالي راه بردات، وبديت هنا راه عمرت النص باش عاد كملت لكم التصوير، راه نسيت بلا كنصور. هنا راه ما زربتش الفيديو باش تشوفوا معايا كنجمعها بحال الرزيمه، كنبدا غير ساهله البنات باش تجمعوها.
صافي ونبدا كنقرص داك العجينه، ولا بانت لنا شي بليصه محلوله كنضغطوا عليها كما شفتوا. صافي وغادي نستف واحد البلاطو. غادي نعاود معكم وحيده اخرى كما كتشوفوا معايا. هنا راه ما زربتش الفيديو باش تشوفوا معايا كيفاش كندير نجمعها. العجينه راه ما كنضغطش من الوسط كما كتشوفوا، كنخليو الوسط عالي، كنضغط غير على الجناب باش ملي كنجيو نقرصوهم ما كتقطعناش العجينه ولا ما كتخرجش الحشوه. غادي ندير واحد المعلقه ونص كبيره، والعماره كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي يكثر كاين اللي كيبغي ينقص. انا هنا كثرت فيهم العماره شويه. صافي ونبدا كنجمع كما كتشوفوا بحال الرزيمه، كنجمع مع الجناب وانا كنضغط. ساهلين البنات باش تجمعوهم. وإلا بانت لنا شي بليصه ما محلوله ما مشدوداش كنضغطوا غير على العجينه وهي كتشد، ونبدا كنضغط عليها كما كتشوفوا. ما كنجمعوش العجينه بزايد باش ما كيجيوناش مدقسين. هنا غادي نزيد معكم وحيده اخرى كما كتشوفوا معايا، كنقرصها غير من الجناب. وغادي ندير واحد المعلقه ونص ديال الحشوه، وغادي نجمعها بنفس الطريقه. صافي غادي نبدا نجمع كما كتشوفوا بحال الرزيمه، كنجمعوها من الجناب وحنا دايرين معاها كنجمعوا غير بشويه علينا. راه ساهلين البنات. وغادي نوريكم انا ما غاديش نقرصهم على البوطاجي، غادي نقرصهم. المهم غادي تشوفوا معايا باش ما نتلفكمش، تنبغي نطيبهم. غتشوفوا معايا كيفاش قرصتهم. بالنسبه للبنيتات المبتدئات باش ما يتقطعوا لكمش ولا يتقبوا لكم ولا يعوجوا لكم ملي تجيو تهزوهم، انا كنقرصهم ديريكت. كنقرصهمش على بابي كويس، وكنقرصهم على البوطاجي. بالنسبه قرصتهم هكذا غير باش نوري للبنات المبتدئات. كاينين اللي كيعوجوا لهم، كاينين اللي كيتقبوا ما كيعرفوش يهزوهم، كيخافوا من داك الهزه، تهزيه وتحطيه في المقله. هكا تقرصوا على بابي كويس وكدهنوه بشويه ديال الزيت وكتقرصوا عليه، كتهزوها ساهله البنات، كتجيكم سهله في الهزان. غادي نخلي هذه حتى طيب ونرجع معكم فاش نبغي نهز الثانيه. شفتوا كيفاش كنهزها ساهله؟ شفتوا كتجي ساهله تهزوها. كيسهل عليكم المأموريه هاد البابي كويسو الا قرصتوا عليه، وكتجيكم حتى داك المخمره ولا داك البطبوطه كتجي مقاده كيما قرصتوها. صافي غادي ندهن عاوتاني بشويه ديال الزيت باش ما تلصق لياش البطبوطه ديالي. فاش نبغي كنخليوها غير تشد راسها وكنقلبوها باش كيتنفخ لنا، ما كنخليوهاش تيتحمر. صافي وغادي نزيد نقرص معكم هاد الوحيده. غير قرصوا ما تخافوش، ما تخليوهش غليظ باش ما يجيكمش غليظ. وان شاء الله دابا نشاركوا معكم منين نقرص بالسميده حتى هو كيجي زوين. شتي كي كيجي منفوخ. هنا راه منين طاب ليا المخمر ديالي، هذا هو المخمر، وهاد المسمنات هادو درت فيهم الفرماج والزيتون الخضر. ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في الفيديو الجاي اللي كيجيو لذاذ البنات وكيجيو زوينين بزاف. تقدروا تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور لشهر رمضان ينفعوكم. والمخمرات حتى هما تقدروا تحتفظوا بهم وتجبدوهم وتبداو غير كتسخنوا كيجيو لذاذ وغير كيجيو زوينين بزاف وساهلين البنات في التحضير واللذه، ما نحتاجش نشكرهم لكم. انا راني غادي نحتفظ بهم في الكونجيلاتور، ما حمرتهمش مزيان. هنا كما شفتوا غادي نقطع معاكم وحيده اخرى، واحد الوحيده غادي نقطعها باش تشوفوها معايا كيفاش جا من الداخل. كتلويوه غير في السلوفان وكديروه في بلاستيكات وكتديروه في الكونجيلاتور وكتبقاو غير كتجبدوا وكتسخنوا. وهادشي اللي كان كيجي لذيذ بزاف. وان شاء الله المسمن غنولي نشارك معكم هنا. نقول لكم تهلاو لي في راسكم، تلاقاو في فيديو